السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل، صباح الجمال، احلى صباح عليكم. ده اليوم التاني في اللي انا كنت فيه عند اختي اللي اتطحنت فيه. بوريكم بقى الستارة غسلناها ومشيات المطبخ غسلناها، واوضه النوم بصوا عليها واطيها والسجاد جنب الحيطة، والدنيا مكركبة. بوريكم منظر الشقة قبل ما افنشها وافرشها، وبوريكم البهدله اللي كانت فيها الشقه. شايفين منظر الدنيا عامله ازاي؟ طبعا والحمام طبعا لسه ما خلصش، لان امبارح البانيو اتركب، والنهارده جبنا بتاع السيراميك بيركب السيراميك للبانيو، لان امبارح ما كانش ينفع يتركب. وبرده الحمام مش هيتنضف النهارده، هنضطر نستنى لحد بكره نعمله. هوريكم بقى، بصوا منظر البانيو عامل ازاي والمطبخ والحمام عامل ازاي. بصوا، عايزه اقول لكم بقى الصنايعي دوت اسمه حسام في ال21. بصراحه صنايعي يجي بصوا محاره ويبني ويركب حاجات سيراميك، بصراحه خفيف جدا وحنين في السعر، وكويس قوي بصراحه. لمنا الدنيا وعمل السيراميك مطرح الماسوره اللي اتكسرت في الوش دي برضو. خلص لنا الدنيا. قلت بقى قبل ما يخلص هخش بقى انا احضر ايه الغدا، ما هو المطبخ ده ورايا ورايا مش بيعتقني لوجه الله. هنا بقى بعتنا جبنه طماطم، وجبنه بطاطس، وجبنه بتنجان، وبصل اخضر، وخضره، وفلفل وليمون، زي ما انتوا شايفين كده. وكمان جبنه رنجه. يعني احنا قلنا عايزين اكله على السريع عشان خاطر ما نضيعش وقت فيها. رنجه، الرنجه اقل حاجه الكيلو، اقل رنجه ب 130 140 جنيه. يعني برضو ما فيش حاجه دلوقتي بتوفر، ولا نافع تعملي كبده توفري. تيجي مثلا اجيب مثلا نص كبده واعمل اكله. كبده غاليه، صدوق الصدوق غالي. تعملي كفته، الاول كنا نقول نعمله كفته مكرونه اسرع وارخص حاجه. نعمل بانيه ومكرونه اسرع وارخص حاجه. دلوقتي البانيه بقى غالي، واللحمه بقت غاليه، كل حاجه بقت غاليه. مفيش حاجه دلوقتي اسمها ان انا هاكل اي حاجه وهقضيها. لا يعني بصوا، احنا اكله هنعملها على السريع وبرده مكلفه، بس ايه، يعني هي على السريع عشان خاطر احنا مش فاضيين ورانا حاجات كتير. انا جبت البطاطس قشرتها وخرطتها، وكمان البتنجان هقشره واخرط واحطه في حبه ميه بملح وخل عشان خاطر ما يشربش الزيت. طبعا دلوقتي احنا عندنا ازمه في الزيت. ازازه الزيت عشان هفتح ازازه الزيت هتخلص كلها، مش هيقعد فيها اي حاجه. فاحنا بنحاول ايه على قد ما نقدر نحاول نحافظ على الزيت. هنا بقى همسك البتنجان ده كله هقشره، وبعد كده ايه هخرطه. عايزه اقول لكم الاكله دي من اكلات الحرشه جدا. اي نعم هي خدت ساعه زمن بالظبط في التحضير، بس اكله بجد جامده من الاخر وانا بحبها يعني. طبعا والسكينه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مش قادره اقول لكم بارده جدا وخنقتني. بحاول ان انا ايه اقول ايه اقطع الخشبه اسرع عشان اخلص. بعد كده بص الاقي نفسي بكمل على ايدي. ماشي، فانا كده خرطت البتنجان. احط بقى حبه ملح وخل وهركنه. البصل الاخضر بقى، طبعا الروز كانت متنضفه بصراحه كويسه جدا. عشان اغسله هفرطه من بعضه واقطع الديل ده بتاعه، وانقعه ايه بحبه ميه بخل ايه ويتغسل. خلاص. هاجي بقى على الرنجه. انا بحب بصراحه اشويها كده على النار. كان جوز اختي جابها لنا من بيت الجمله. بصوا انا بحب اشويها كده على النار، رايح جاي. بتحسوا ليه كده بتفرقع كده، والقشره بتاعتها بتقب، وهي كده بتخ كده بتتخن كده بصراحه. انا بحب اعملها كده، وبحب انضفها. في ناس بتحب تعملها كده وتفتحها على ليمون وخل وتاكل. لا انا ما بحبش اكلها كده خالص. مش شايفينها عملت ازاي؟ هعمل لكم واحده تانية وهتشوفوا شكلها. يمين وشمال القشره تقب، تحس كده الرنجايه كده تخت كده وتخنت. وايه مية مية. هعمل بقى ايه بقيه الكميه بتاعتي كده على السريع. في ناس بتعملها في الطاسه بس بتطلع ريحه جامده كده. انا كده كده هخلص وهغسل البوتاجاز بعدين. مش هتعمل اي حاجه البوتاجاز يعني. خلاص. هنا بوريكم بقى الحاجات اللي انا حضرتها. بطاطس خرطتها، البتنجان، الخضره، البصل. قشرت بصل برضو للرنجه، وقطعت غسلت طماطم وليمون. واجي الرنجه بعد ما عملتها كلها، شايفين شكلها. خلاص. هنا بقى هجيب طاسه على النار. هنا البطاطس انا بصفيها من الميه واحط عليها حبه ملح وحبه خل عشان ما تشربش الزيت، وكمان يبقى الملح بتاعها مظبوط.
هحطها على النار ايه تتقلي. هاجي بقى للرنج هنا، اشيل الراس واشيل الديل، وهتيجي عند القشره دي كده ايه تقشريها. وبص انا جيت افتحها من فوق، لا المفروض تفتحي من عند الديل، هتبقى اسهل واسرع عليكي. وتنضفيها بقى، تطلعي بقى ايه لما بتشيلي سلسله الظهر بيبقى فيها شوك رفيع، بتشيليه بايديكي. ومطرح السلسله بقى في النص يبقى فيها شوك ناشف، خلي بالكم. بحب ان انا ايه اعمل كده عشان اشيله، عشان الاطفال وعشان خاطر احنا برضو، لان انا بحب ايه انضفها واخرطها واحط بقى عليها الطماطم والبصل والليمون والطحينه وكده. بس انا للاسف النهارده ما حطيتش عليها طحينه، نسيت احط عليها طحينه. من كتر ما انا شايفه حواليا الدنيا مكعبله والدنيا مبهدله بتعب قوي. عايزه اقول لكم اللي احنا بنتغدى بنقعد نستنى لما الصنايعي يخلص ونقوم نلم. يعني انا اول يوم دوت لما عملت فيه الشاورما بالليل بعد ما اتغدينا، دخلت بالليل خالص بقى بعد ما الصنايعي يخلص البانيو، دعكت في البلكونه، مشيت المطبخ بالطرقه بالمشمع بتاع البلكونه بصراحه. وكانت مرات اخويا معايا، فايه عملنا الحاجات ديت ونشر لها من بالليل في البلكونه، اللي انا وريتها لكم دلوقتي، اللي انا ايه اول الفيديو. خلاص. طبعا لما بتقعدي فاضيه ومش بتعملي حاجه، طبعا الصنايعي بيشتغل، احنا مش عارفين نعمل حاجه، قاعده كده حاسه بتعب وحاسه ان انا مهدوده. غير لما تبقي قاعده ما وراكيش اي حاجه بتبقي مرتاحه، لكن طول ما انت قاعده عارفه ان انت وراكي حاجات كتير عايزه تتعمل، بتحسي بتعب وهده، وبصي تحسي ان حيلك راح خلاص مش قادره تقومي تكملي اي حاجه. فاليوم بتاع رنج ده برضو قعدت بالليل برضو عشان الم الشقه، والحمام برضو ما تلمش، لان قالوا ما ينفعش تجيبي ميه عشان الصفايه وعلى الحاجات اللي اتعملت. تاني يوم الصبح عملته. هنا بصوا بقى انا نضفت الرنجه خلصتها، وجيت قلت احط البتنجان على النار مع البطاطس، ياخد برضو ايه وقته، ونتغدى على السريع. يمكن ربنا يسهل والصنايعي خلاص اعرف الم بدري، بس برضو ما عرفتش الم بدري. برضو بدات الم في الشقه دي كانت الساعه 12 بالليل، سيقتنا وفرشنا ومش عارفه ايه، كانت الساعه 12 بالليل. هنا بقى انا بحب بقى اعمل ايه قبل ما احط اي حاجه على الرنجه، احط زيت وخل وليمون واقلبهم واخليها يشربوا من بعض كده لحد ما اقطع ايه الحاجه اللي هحطها على الرنجه. وبحب الليمون فيها كتير على فكره والخل. بس هقطع ليمونه تاني برضو واحطها. ماشي. فطبعا زي ما قلت لكم تاني يوم بقى هقوم، المفروض انا قعدت 3 ايام، انا كنت ناويه اقعد يومين بس، انا مش بحب ابات بره بيتي، كله عارف عني كده، فكنت مضطره ومغصوب عليا ان انا ابات، فاضطريت ان انا اقعد. تالت يوم ده قعدت عشان خاطر الحمام، لو كان الحمام عملته في اليوم ده كنت روحت من بالليل، بس للاسف ما كانش ينفع نعمل ميه. هنا بقى انا قلت لاخويا ايه تعالى خرط لي ايه البصل والطماطم والفلفل. اول ما مسك السكينه بيقطع بيها قال لي ايه القرف ده، ايه السكينه دي؟ قلت له معلش هي تلمه زي اختك بالظبط، اخته مش انا، اخته التانية. فايه قعد خرط لي البصل وخرط لي الفلفل، قال لي لا تعالي بقى انت خرطي الطماطم. قلت له مفيش مشكله سيبهم وانا ايه هخرط ايه الطماطم. طبعا انا اخواتي مأخدين على تقطيع البصل والطماطم والحاجات دي، عشان قلت لكم الاخوات شيفات وكبابجيه ودوت، فده شغلهم يعني، اصلا ده شغلنا احنا. اصلا كان عندنا في الاول خالص محل مشويات وكان معروف في الورديان. انا بقى هو بصي بقطع لي الفلفل، ويبقى مجبر بقى مش قادر، قلت له انا الغلطانه، قلت لك تعالى اقطع، كنت نفسي اقطع لي الطماطم واخلص، بس انا ايه هقطعها بقى على ايدي واخلص. بس والله على قد تعب اليومين، على قد ما كانوا يومين حلوين جدا والله العظيم، اللي انا ايه ما بخرجش من بيتي. وكانت كنا لسه مخلصين امتحانات. بصوا هقطع طماطم على ايدي خلاص، قلت لا ما بديش مش هقطع على الخشب. كنا قعدنا فتره كبيره مش بنخرج عشان المذاكره عشان خاطر الامتحانات. فولادي بقى ما صدقوا، وابني بقى مش قادره اقول لكم احلى مروستين مع العيال بقى يا نهار ابيض. بس يعني ايه اهو غيروا جو. اي نعم من بيت لبيت وشقه لشقه، بس ان شاء الله الفتره الجايه كده الواحد بقى يفضي نفسه بقى ويبتدي يخرج الولاد، بس بعد النتيجه ان شاء الله. هنا بقى جبت الرنجه حطيت عليها حبه ملح وحبه كمون، وهقلبها كويس جدا قبل ما احط عليها اي حاجه. هنزل بالطماطم والبصل ومش هنزل بالفلفل عشان خاطر ايه
قلت العيال الصغيره ما تبقاش الاكل حامي عليهم. بس ايه بقى، بعد ما حطيت لهم طبق على جنب وعملت لنا احنا بالفلفل والشطه، سابوا الطبق بتاعهم بقى ياكلوا من الطبق بتاعنا. يعني انا وريتكم، بص انا حاطه طبق ليهم على جنب، رحت حاطه الفلفل والشطه وقلبت بقى لينا وقسمت دولت على طبقين. جم العيال مفيش فايده فايده، برضو كلوا ايه من الحامي، ما كانتش حاميه قوي يعني. بصوا بقى، عملت طبقين بالفلفل، وعملت بطاطس بقى بيحبوا البطاطس متحمره جدا تبقى مقرمشه، والبتنجان، والطبق اللي من غير فلفل، والبصل الاخضر. بصراحه اكله مش قادره اقول لكم، كلنا فيها اكل وعيش مش قادره اقول لكم. طبعا قعدنا بقى انتخنا وريحنا وشربنا شاينا، وفين الساعه 12 بالليل قمنا بقى لمينا الشقه دي زي ما انتم شايفين. طبعا مسكنا، طبعا نظفنا كل حاجه، ومطرح الصاروخ ما كان بيقطع بيه السيراميك كانت كل حاجه فيها تراب، الشبابيك والبرائع وكل حاجه، كل ده اتدعك وتسيق وتنضف وفرشنا، والدنيا بقت ايه تمام. وزي ما قلت لكم الحمام برضو اتعمل تاني يوم، بس انا يعني ده اليوم بتاع الحمام انا بصور لكم فيه. بصوا الحمام، بصوا نور ازاي وبقى زي الفل، وحمامها كبير بس كان فيه البانيو المربع الصغير، فهو كان اتشرخ، فقلت لك بما اني هغيره هغير بقى اعمل البانيو التاني ده. بصوا منظر المطبخ كل ده اتدعك وكل ده بقى زي الفل، والمشيات اللي في الارض دي كلها اللي اتغسلت واللي في الطرقه، لكن السجاد اللي بره ده لا. وهنا فرشنا الحافظه قدام التلفزيون والكنبه مطرح ما بيقعدوا ياكلوا. وهنا ايه اوضه النوم طبعا فرشتها وظبطتها، وايه وكل ده اتمسح، وكل ايه حاجه بقت ايه مية مية. بس غسلنا المفارش. وانا هنا وصلت لنهايه الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت والدعوه الحلوه واللايك والاشتراك لقناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.